السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ننساش كده يا حبايب قلبي في أول الفيديو نلاقي إخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم عاجلا غير آجلا، وينصر إخواتنا المسلمين في جميع أنحاء العالم، آمين يا رب العالمين. وارحم أبويا وأمي وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يا رب ترحم أبويا وأمي وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ان شاء الله باذن الله النهارده جايلكم بالاسعار البورصه على بيك كده حبايب قلبي ليوم الجمعه 1/11 ان شاء الله باذن الله بكره. اسعار بقى اللحم في المحلات واسعار الكتاكيت في المعمل ان شاء الله باذن الله. والنهارده مفاجاه بسم الله ما شاء الله جميله جدا 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 في سعر الكتكوت، نزول رهيب جدا جدا جدا. اللي عايز بقى ينزل يا حبايب قلبي دي فرصه بقى مش هتعوض. يعني شوفوا كان طلع ل 50 جنيه الكتكوت وطلع ل 47 جنيه. وانا يوم ما كنت شايره الدوره بتاعتي ديت اول الفراخ بتاعتي دي كنت شايره الكتكوت ب 47 جنيه يوميه. فالنهارده مفاجاه في سعر الكتكوت الابيض. زي ما انتم شايفين بس كده في الاول كده قبل ما ندخل على الاسعار يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين الفراخ البيضاء بتاعتنا اهي، دوره الفراخ البيضاء بسم الله ما شاء الله. ربنا يطعمنا منهم يا رب ان شاء الله ويرزقنا ويرزقكم ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين زي العسل وزي القشطه. انا جايبه شويه جير مطفي بس كده بفرش تحتهم على طول كده، لان انتوا عارفين الجير ده فيه كالسيوم. ومن ناحيه تانية يا حبايب قلبي يعني ايه بخلي الفرشه تحتهم تبقى ناشفه ما ترطبش او تتبل تحتهم ولا حاجه، بيشد الرطوبه من الفرشه اللي تحتهم. فبسم الله ما شاء الله بيظبط تحتهم ايه الفرشه وكده. النهارده بقى يا حبايب قلبي اول يوم احط لهم النهارده العلف اللي هو التسمين الخشن بقى لنهايه الدوره ان شاء الله باذن الله. اول يوم النهارده حبايب قلبي حط لهم زي ما انتم شايفين كده، حتى كلوا مالين الحصوه بتاعتهم اهيت. قلت ما اجرب لهم شويه كده على شويه ناعمين، لقيتهم بسم الله ما شاء الله نقضوا الخشن وكلوه، يعني ما بعترهوش ولا حاجه. فالحمد لله والشكر لله هنبتدي بقى معاهم من اول النهارده لغايه اخر الدوره ان شاء الله باذن الله بالعلف التسمين الخشن ان شاء الله باذن الله. عشان ما اطولش عليكم يا حبايب قلبي الفيديو، بس قبل ما ندخل على الاسعار برضو اهم حاجه ما تكوني بتغيري تركيز من تركيز او نوع علف من نوع علف لازم تحطوا مضاد للسموم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي انا حاطه لهم خل، لان الخل برضو يعني هو زيه زي مضاد السموم اللي هتشتريه من اي صيدليه بطريقه او كده. هو الخل فيه مضاد برضو، هو مضاد للسموم. فانا حطيت لهم هنا ربع كوبايه خل على السقايه دي، ربع كوبايه صغيره خالص على السقايه دهيت، بحيث ان دي برضو ايه من تغيير العلف وكده تركيز من تركيز. فدي مضاد للسموم يا حبايب قلبي. ودي كان ايه دي كانت الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. ربنا يبارك لنا ويبارك لكم ويطعمنا منهم يا رب ان شاء الله باذن الله، وتعدي دورتنا على خير ان شاء الله باذن الله. وزي ما انا قلت لك اهم حاجه التدفئه والتهويه في نفس الوقت. يعني ما تكتميش برضو على الفرخ بتاعك، لان الموت المفاجئ بيجي في الطيور من الكتم عليهم قوي. لا تكتمي ولا تسقعي. يعني زي دي كده انا عامله مشمع كده فتحاه بجيب هوا، ومن ناحيه تانية حاطه لهم لمبه حمراء بحيث اللي هي يبقى التهويه والتدفيه مساويين بعض ومتظبطين مع بعض. ربنا ما يخسرش حد يا رب ان شاء الله باذن الله. هندخل على الاسعار على طول يا حبايب قلبي عشان ما اطولش الفيديو عليكم. ان شاء الله باذن الله كده الاسعار الكتاكيت في المعمل. فيوم على وشه برابر في الديوك عامل 18 جنيه. فيوم على وشه برابر في الديوك عامل 18 جنيه. ساسو شفرج الاول كان امبارح 20 جنيه يا حبايب قلبي، النهارده 18 جنيه نزل 2 جنيه. يبقى ساسو شفرج الاول عامل 18 جنيه. بلد مشعر النهارده 7 جنيه، كان امبارح برده 8 جنيه، النهارده عامل 7 جنيه. بط مسكوفة ار 41 53 جنيه. بط بغال 53 جنيه. بط بيور 32 جنيه. الجميزة 19 جنيه. السمان عمر اسبوع عامل 9 جنيه. الابيض بقى بسم الله ما شاء الله زي ما انا قلت لكم هيبقى مفاجاه كده، مفاجاه لكم النهارده كده في الفيديو. الابيض يا حبايب قلبي في المعمل اللي هيروح يلاقي الكميات اللي هو عايزها في المعمل بجميع الانواع، رص قب النوع اللي انت عايزاه. اللي الكتكوت عامل 27 جنيه. هتقولوا لي بجد؟ اقول لكم بجد والله الكتكوت ب 27 جنيه ان شاء الله باذن الله في المعمل. زي ما انا كنت قايله لكم كان في الفيديو اللي فات كان من 35 و37، النهارده نزل لكام؟ ل27 جنيه. فالحقي نفسك بقى كنت تنزلي لك فرختين ولا حاجه يطلعوا زي مصاريف كده وتملي بيتك خير بهم. ربنا يرزق الجميع. فالنهارده الفرخ الابيض النهارده عامل 27 جنيه. الكتكوت الابيض النهارده عامل 27 جنيه. وزي ما انا قلت لك يا حبيبه قلبي اهم حاجه في الكتكوت الابيض المصدر والمكان اللي بتجيبي منه، وتكوني مكان موثوق منه، لان الفرخ الابيض لازم يكون فرزه نظيفه فرزه اولى عشان ما يتعبكيش في الدوره ان شاء الله باذن الله، وربنا ما يخسرنا ولا يخسرنا. هندخل بقى على اسعار اللحم في المحلات برضو اليوم 1/11 يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله.
بط بلد عامل 130، بط مسكوفة عامل 115، بط مولر 105، بط فرنساوي 85، جوز الحمام عامل 150، السمان 9 جنيه. زي ما قلت لكم حبايب قلبي، الروم البلدي 135 جنيه، الكيلو في الارانب عامل 125 جنيه، الفراخ البلدي عامله 130 جنيه. الفراخ البيضاء النهارده على ثبات واستقرار برضو زي امبارح حبايب قلبي، من 75 ل 76 اقصى حاجه، وما تشتريش اكتر من كده، لان هي طالعه زي ما قلت لكم من ارض المزرعه ب 67، فبتوصل بقى للمستهلك وبتوصل لكم في المحلات من 75 ل 76 اقصى حاجه. ماشي يا حبايبي، فدي كانت ايه اسعار اللحم في المحلات واسعار الكتاكيت في المعمل. زي ما انا قلت لكم انتهزوا الفرصه وانتهزوا نزول اي شيء، لان الاسعار مش مظبوطه، وفي اي وقت بتطلع وفي اي وقت بتنزل. فاليوم او الوقت اللي بتنزل فيه الاسعار، تحاول ان انت تجيبي اي حاجه تمشي نفسك بقى كده وتملي بيتك خير كده. لو 10 فرخات 15 فرخه كده هو يملوا بيتك خير. وتربيه البيت فعلا ما بتبقاش زي تربيه المزارع، بتبقى انت مربيه الحاجه على ايدك بسم الله ما شاء الله، احلى طعم واحلى اكل وكده. ومن ناحيه تانية بيبقى الفراخ ناشفه معاكي وايه وانت مربيه وعارفه انت عامله فيها ايه. فالكتكوت ب 27 جنيه. اللي عايز بقى ينزل كده ويستغل كده النزول بتاعه، لان زي ما انا قلت لكم على طول الاسعار متضاربه، وعلى طول النهارده في النزول. بكره انتوا كنتوا فاكرين لما كانت نزلت برده ال 25 جنيه قبل كده و27 جنيه ورجعت طلعت تاني. فالواحد ينتهز الفرصه وينزل له حاجه بسيطه على قد بيته، حتى بتفرق كتير. فما يكون الفرخ كان واصل ل 50 جنيه و47 جنيه، انتوا كنتوا عارفين الدوره اللي انا جايباها دي يا حبايب قلبي، الفرختين اللي جايباهم وسط الفراخ البقله دي، كان الفرخ يوميها، انا كنت جايبه الفرخ يوميها من المعمل ب 47 جنيه، جايباه يوميه ب 47 جنيه. فما ينزل ل 27 جنيه دي حاجه جميله جدا جدا. فاستغل بقى ايه الوقت بتاعك كده، ونزلي حاجه على قد ايه، على قد بيتك حتى وعلى قد اكلك. فدي كان يوم معاكم النهارده حبايب قلبي، ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده. يا رب تكون الفيديوهاتي تكون خفيفه عليكم وما بتقلش عليكم، تكونوا بتستفادوا منها اي حاجه. وزي ما انا قلت لكم حبايب قلبي، تغيير العلف لازم تحطوا مضاد للسموم. مش شرط تجيبي من الصيدليه البيطريه ولا حاجه، لا الخل عندك هو بيدي نفس يعني نفس الحاجه اللي هي المضاد للسموم هو في الخل. تحطي خل هو اكنك حطيتي دواء للسموم بالظبط. بس اهم حاجه ما تنسيش ان انت تحطي مضاد للسموم في تغيير العلف او نوع علف من علف، لو تغيري نوع من علف. وربنا ما يخسرناش يا رب ولا يخسركم، ورزقنا ورزقكم يا رب ان شاء الله باذن الله. ودي كان ايه الاسعار بتاعتنا اليوم 1/11 الجمعه ان شاء الله باذن الله. ربنا يجعلها جمعه مباركه علينا وعليكم وعلى امه لا اله الا الله اجمعين يا رب العالمين. وارخوا وسط المسلمين يا رب، ورخص كل حاجه، وكل حاجه تبقى في النازل كده يا رب في الاسعار. الناس كلها تتبسط والناس كلها ربنا يرضاها يا رب كده، ورزقنا ورزقكم يا رب. ودي كان يوم معاكم النهارده، ودي كانت البورصه بتاعتي معاكم النهارده، والاسعار النهارده اليوم 1/11 الجمعه ان شاء الله باذن الله، جمعه مباركه عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.